السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا طيبين وانتم بتشوفوا هذا الفيديو. اليوم يا اخوان راح نحلل فرايداي نايت سماك داون. قبل ما نبدا الفيديو لازم تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان بس ننزل فيديو جديد يوصلكم تنبيه. قبل ما نبدا الفيديو يا اخوان اتمنى انكم توصلونا من 500 مشترك باقرب وقت. وانا بشكركم من كل قلبي على الدعم اللي عملتوا لي اياه، عن جد دعم خرافي. ولما اطلب لكم من الفيديو من الدعم عن جد بتلبوا لي اياه، فثانك يو والله العظيم بشكركم كثير. ويلا يا اخوان من دون اي حكي كثير، يلا نروح على الفيديو. افتتحنا العرض بوصول الترايبل شيف رومان رينز كان طالع بسيارة ونزل هو بول هيمن. بعدين اتسالت المذيعة حكى له شو رأيك بكلام ذا روك. حرفيا يا اخوان هذه كانت ردة فعل رومان رينز. المباراة موجودة في فرايداي نايت سماك داون، سانتوس ضد كيفن اوينز. قبل ما تبدا المباراة بثواني عديدة دخل يونايتد ستيت تشامبيون بطلها اللي هو لوغان بول. دخل لوغان بول عشان يتفرج ايش قاعد بيصير في المباراة، وكيفن اوينز 10 دقايق كان مخلص عايش اسمه سانتوس، خلص عليه. وطبعا اجا لوغان بول انه يجي يحيي كيفن اوينز. طب كيفن اوينز طقعوا بوكس من القلبك بحبهم، يعني لدرجة وجه لوغان بول نفخ بطريقة مش طبيعية، بوكس يعني قوي جدا عطايا كيفن اوينز. ويا اخوان اكيد يعني سماك داون حدد انه بالرويال رامبل مباراة بين لوغان بول وكيفن اوينز. وبعد هيك يا اخوان مروا على فريق الدبابة بابي لاشلي زائد ستريت بروفيست. مسك المايك بابي لاشلي وحكى ويلكم تو نيو يير ريفولوشن. 2023 كانت اصعب سنة علي، بس الافضل اني كونت فريق مع ستريت بروفيست، وبال 2024 راح نحاول ناخذ اللي احنا بنستحقه. يا جماعة ركزوا بابي لاشلي شو بيحكي. انا وبابي ودوكس حنستفاد اكبر استفادة عشان ناخذ الشامبيونشيب جولد. عدوا اوقات كثيرة من ساعة انا وانت سحبنا القاب التاج تيم، عشان هيك الجادجمنت داي راح يظلهم رافعين راسهم لفوق في عرض الرو. وانا هدفي ب 2024 اني استرجع لقب ذا اولمايتي بسبب مشاركتي بالرويال رامبل 2024. بعدك يا اخوان ظهرت دخلة جديدة لكايرون كروس، دخلوا معاه فريق ودمروا فريق بابي لاشلي. وبعدين كايرون كروس خلصها بفينيشر وانتهت فقرة بابي لاشلي على هيك. وبنستنتج انه كايرون كروس كون فريق جديد، لكن صراحة ما بعرف شو اسماء المصارعين اللي دخلوا معاه. الفيديو الجاي ان شاء الله راح احكي لكم ايش الاسماء. ويلا نروح على الاشي اللي بعده. يا اخوان اجا المذيع راح يسأل بول هيمن ايش كان ردكم على كلام ذا روك. بعدين بول هيمن رد حكى ذا روك بده يقعد على رأس الطاولة، وعشان تقعد على رأس الطاولة لازم يتم الدعوة على العشاء ويكون في كلام كثير، ولكن الروك ما حد دعاه وما راح يتم دعوته اصلا. الروك زي اي شخص ثاني بيحاول يختصر عشان يتصدر الاحداث الرئيسية، وهم طريقين عشان تخلي الناس تتكلم عنك. يا اما الك معاد مع تايلر سويفت، يا اما تتكلم عن ترايبل شيف رومان رينز يفوز بالمباراة يروح داخل جون سينا، رومان رينز يفوز على جون سينا يروح داخل بروك ليزنر، رومان رينز يفوز على بروك ليزنر يروح داخل كودي رودز، رومان رينز يفوز على كودي رودز وراح يظل كودي رودز انه راح ينهي القصة ويرجع سي ام بانك للدبليو دبليو اي بعد 10 سنين. صحيح ويلكم باك، اهلا بعودتك. سي ام بانك بيقول انه الراجل الاول لبول هيمن، وهو فعلا كان هيك.
المهم الليلة راندي اورتن واي جي ستايلز وال اي نايت راح يلعبوا مباراة ثلاثية عشان نشوف مين راح ينتقم من الترايبل شيف رومان رينز بالرويال رامبل. لكن الشخص اللي راح يفوز الليلة رومان رينز راح يحطمه بالرويال رامبل، راح يتحطم على ايد رأس الطاولة زعيم القبيلة رومان رينز، لانه ما في حدا راح يقدر يهزم الترايبل شيف رومان رينز. واضح الكلام اللي حكاه مدير اعمال الوايز مان بول هيمن. يا اخواني المستنتج من كلامه انه رومان رينز رفض كاملا يلعب مع الروك، وهاي حاجة قوية جدا، لانه يا اخوان الناس بتشحد عشان تلعب مع شخص إله قيمة بالدبليو دبليو اي مثل ذا روك. يعني هذا اشي حركة خبيثة من الترايبل شيف رومان رينز، لانه عن جد بين انه انت ما حد مهتم لكلامك، وانا برفض زي ما بدي، وانا هون رأس الطاولة الحقيقي. ويا اخوان اللي بيحكي انه بول هيمن ممكن يغدر برومان رينز عشان جاب سيرة سي ام بانك، ما بنعرف يا اخوان، الله العالم. بس يعني بول هيمن ما حكى تلميحات للغدر، لانه سي ام بانك حكى انه ويلكم باك، بس انه رحب بعودته. لكن ايش اللي استغربته، ايش دخل سي ام بانك عشان رحب بعودته بسماك داون؟ يعني هاي شغلة غريبة، ما بعرف، احنا حنشوف شو في قدام. ويلا نروح على الفقرة اللي بعدها. وبعد هيك يا اخوان بنروح على مباراة بيرتي ديدلي وبوتش وتايلر بيت. المباراة يا اخوان كانت جميلة جدا وقوية بينهم هم الاربعة، وبالنهاية اجا بوتش وتايلر بيت خلصوها وانتهت المباراة الجيدة على هيك. طبعا يا اخوان بالنسبة كبيرة يا اخوان انه بوتش طلع من البرولينج بروتس، لانه تختار واحد لعيب من انكس تي وهو صاحبه اللي هو تايلر بيت. انتهت عن طريق الفينشر المباراة وخلصت المباراة على هيك. يا اخوان الحدث الرئيسي الاقوى والاجمد، المين ايفنت الافضل بين سماك داون من 2023 2024. عن جد هذا الحدث الرئيسي جامد بطريقة مش طبيعية. الفينومينال اي جي ستايلز والميجا ستار ال اي نايت وذا ليجند كيلر راندي اورتن. يا اخوان مباراة اقسم بالله لازم تشاهدونها باقرب وقت. مباراة حماسية ومش طبيعية، لانه عن جد كل واحد ادى اداء مش طبيعي، وكل واحد صار يحكي بباله انا لا اديت والباقي عليكم. يعني عن جد مباراة تاريخية وبتنحفر بالمخ ومستحيل انساها، لانه يا اخوان كل ما تشاهدها بكون كل لقطة الها قصة بمعنى الكلمة، كل فينيشر كل ضربة الها متعة. اجا يا اخوان اي جي ستايلز نزل دم من ال اي نايت. بعد ما نزل دم من ال اي نايت اجا اي جي ستايلز يعطيه فينش على راندي اورتن، يا هوب مرة واحدة راندي اورتن يرزعه RKO بصوت الجماهير القوي. وبعد هيك يا اخوان حركة غير متوقعة تدق موسيقى الترايبل شيف رومان رينز يدخل بهيبة مش طبيعية. دخلت رومان رينز حالها كانت مشهد خاص عن جد. دخل رومان رينز والبلود لاين حط على جميع الثلاثة اللي قاعدين بيلعبوا المباراة، وانتهت المباراة على طريق الدي كيو. واجا نيك ألدس بيحكي لبول هيمن خبر رومان رينز ان المباراة صارت رباعية. اوبا مباراة رباعية، يعني راح تشوفوا بالرويال رامبل مباراة قوية جدا وغير متوقعة. مباراة رباعية يعني عن جد انا متحمس للرويال رامبل كثير، لانه في مفاجآت كثير. وهنا يا اخوان خلصت الفقرة وانتهى العرض على هيك. قبل يا اخوان ما ننهي الفيديو تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يا اخوان اتمنى انكم توصلوني 500 مشترك باقرب وقت، واضغطوا على زر اللايك، لان عن جد بهذا الفيديو تعبت جدا ومونتاج وانقل الترجمة صعبة جدا يا اخوان، فحسوا بتعبي وشكرا على الدعم. وبس كان معاكم مهند ضراغمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.